السلام عليكم. انا منال حسين، ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض احلى جلاش ممكن تعملوه. طريقته سهله وبسيطه جدا، ولا هنفرد ولا هنورق ولا اي حاجه. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. اول حاجه هعملها الشربات. هجيب كزرولة، هنزل بكوبايه ونص سكر، معنا كوبايه وربع ميه، معلقه كبيره مليانه عسل جلوكوز. هاخد ده كله جماعة على النار متوسطة، مش ولا عالية قوي ولا واطية قوي، ومش هقلب فيهم نهائي عشان ما يسكرش معايا الشربات. واول ما يبتدي يغلي يخش في الغليان، هنزل بنص عصرة ليمونة، وبعد الغليان هسيبه من 8 ل10 دقايق لحد ما يوصل القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، او ما يبرد يبقى القوام بتاعه زي ما انتوا شايفينه كده. هو ده قوام الشربات اللي بنسقي بيه الجلاش والكنافة وبلح الشام والزلابية. القوام بتاعه بيبقى تقيل شوية. هحط ده كله على جنب ونشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو جلاش، لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الصينية واجيب الجلاش وافرده، افرد اللفة حلوة كده قصادي. احط ده كله كده على جنب، واجيب بقى الصينية هدهنها بشوية سمنة، ادهنها حبة حلوين كده في ارضية الصينية وفي الجوانب، عشان بس ما يلزقش معايا الجلاش. اخد بقى الجلاش زي ما انتوا شايفين، اطبقها بايديا، الفها بايديا لفة صغيرة كده، ما اضغطش عليها يا جماعة، يا دوبك اكشكشها كده بس المها، ما اضغطش على الجلاشة. لفة كده صغيرة واحطها وارصصهم في الصينية اهو، المها وكرمشها كده بايديا واحط. نعمل واحدة كمان. ما ضغطش عليها نهائي. اخلص بقى الكمية وارجع لكم. دلوقتي خلصت الكمية اهو زي ما انتوا شايفين، ناقص بس واحدة احطها. زي ما انتوا شايفين خلصت الصينية كده، خدت نص كيلو جلاش اللفة كلها. هجيب جزرولة، معايا بقى لبن بخيره كامل الدسم او لبن عادي، معايا كوبايتين حليب، هضيف عليهم نص كوباية سمنة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، هستعمل كاسترد فانيليا، معايا معلقتين كاسترد، وظرف فانيليا، ورشة ملح. هو المفروض يا جماعة المقدار دوت بيتحط عليه نص كوباية سكر بودرة، بس انا بصراحة هكتفي بالشربات. اللي بيحب الحاجة مسكرة زيادة يحط نص كوباية سكر بودرة، واقلبهم حلو قوي. تقليبة حلوة كده. اجيب بقى الصينية، هنزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه دوت الاول بردك بالسكينة كده، اديها تخريمات بسيطة كده في الجلاش عشان اضمن كل الخليط اللي انا عاملاه يشرب الجلاش، يشرب الشربات، يشرب الخليط بتاعه اللي انا عاملاه انتوا شايفينه دوت في كل الجوانب. اهتم اوي اني اسقي الجلاش بكل الخليط.
زي ما انتوا شايفين كده. السوا بقى يا جماعة، هدخلها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180، بتاخد معايا من 25 ل30 دقيقة، وفي اخر 5 دقايق بولع الشواية. اهم طلعت معايا من الفرن، شايفين شكلها ازاي؟ الوش معايا بردك احمر ازاي. هنزل بقى بالشربات، بكمية الشربات كلها، اسقيها بقى حلوة قوي على قد ما اقدر، في الجوانب وفي النص املاح شربات، مقدار الشربات كله. اسيبها بس معايا بقى ايه تتشرب كده، ونشوف هنعمل ايه. معايا بقى مكسرات، انا معايا لوز كده مجروش، حطيت فوق الوش كده، او اي مكسرات موجودة عندك. هقطع كده كده مع بعض ونشوفها. شايفينها عاملة ازاي؟ شايفينها مورقة ازاي؟ وكل جزء فيها شارب الشربات، الشربات بتاعها مظبوط جدا يا جماعة. اتمنى بس ان انتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. ناخد حتة كده قطعة كده ونشوفها. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعة، ما تنسونيش في اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.